اللقطة الأعظم في تاريخ المغربي حمد الله الأسد المغربي يقدم لقطة تاريخية لا تنسى لكريم بنزيما. بعد انتهاء لقاء الاتحاد والوحدة، جماهير الاتحاد أطلقت صافرات الاستهجان على بنزيما، ولكن المهاجم الفرنسي تفاجأ بتحويل صافرات الاستهجان لزلزال من الدعم الجماهيري. بنزيما نظر بجانبه متعجبا مما يحدث، ليتفاجأ بزميله حمد الله يذهب للجماهير ويشير إلى بنزيما ويطالبهم بدعمه بشكل أخلاقي لا يصدق. كريم بنزيما لم يعش مشهد مثل هذا سوى مع كريستيانو رونالدو في ريال مدريد. كريم وقف متعجبا من هذا المشهد وقام بتحية الجمهور وتحية زميله حمد الله على هذه اللقطة الجميلة. حمد الله الذي كثيرا ما تعرض للإساءات وصافرات الاستهجان ولم يدعمه أحد يقدم لقطة تاريخية مع كريم. هكذا تكون أخلاق الكبار، حيث اقتنص فريق الاتحاد المحترف ضمن صفوفه المدافع المصري أحمد حجازي فوق صعب على حساب نظير الوحدة في المباراة التي جمعتهم مساء الاثنين بملعب استاد الملك عبدالله في الجوهرة المشعة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين. جاءت أهداف المباراة عن طريق إيجالو في الدقيقة 36 لصالح الوحدة، قبل أن يعود الاتحاد بهدفين عن طريق عبد الرزاق حمد الله في الدقيقتين 33 و 94 على التوالي. أخفق كريم بنزيما في تسجيل ركلة جزاء احتسبت في الوقت الإضافي من الشوط الأول بعد براعة من حارس الوحدة الذي حافظ على مرماه وقتها بقوة. يحتل فريق الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة، جمعها من الفوز في 11 مباراة وتعادل في 4 وخسر 6 مواجهات، وتسجيل 41 هدف وتلقى 27.